يا صباح الفل او مساء الفل عليكم على حسب ما بتشوفوا الفيديو. طبعا انا لسه جاي من الشغل، يوم كان مرهق شوية، فهنعمل مع بعض مكرونة بولونيز. يلا بينا عشان ما اطولش عليكم. عندنا على النار هنا حلة مية بتغلي مجهزينها، هنحط عليها نص معلقة ملح، ثم هننزل بالمكرونة بتاعتنا اذا كانت بينا او سباكيتي. انا هنا حاطط كمية قليلة عشان يدوب تكفي فرد واحد. في اي حاجة تانية بقى عندنا نقوم حاطين عليها شوية زيت زيتون او زيت عادي على حسب المتوفر. انا ما حطيتش ياما عشان خاطر اللحمة دهنية شوية. ننزل بنص بصلاية صغيرة متقطعة، وهننزل بعد كده في فص توم مفروم، وهنقلب لحد ما التوم ريحته تبدأ ان هي تطلع. ثم بعد كده ننزل بطماطمية صغيرة متقطعة قطع صغيرة خالص يعني، وننزل بمعلقة صلصة كبيرة أو معلقتين صلصة. يعني أنا هنا حطيت معلقة صلصة، ونقلبهم كويس أوي. ونجهز اللحمة بتاعتنا وننزل بيها. بس هنا اللحمة عشان لسه كانت طالعة من التلاجة فملحقتش ان هي تفك شوية، وهي بدأت ان هي تتعصج معانا. نجهزها بقى نرش عليها ملح، رشة ملح وفلفل وشوية كاري، ونقلب يا معلم كويس قوي. كمان انا حطيت في الاول خالص مع البصل والثوم قرن فلفل كده متقطع صغير خالص عشان خاطر بحبها سبايسي، بس عشان التليفون كان بيفصل فانا ملحقتش. وزودت طبعا معلقة صلصة كمان وربع كوباية مية، وبكده صوص البولونيز جاهز معانا. وهو ده شكل المكرونة بعد ما خلصت. طبعا انا هنا كنت بدوق فمش فاضي ان انا اتكلم، عايزكم تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه. على خير الفيديو الجاي. السلام عليكم.